القلب إن عاف عاف وإن ابتعد ابتعد. القلب لا يستأذن ولا يستشير ولا تستعطفه دمعة إن مل وإن عاف وإن كره. فالقلب حجر إن كره وحرير إن أحب. فالقلب واحة نقية من ماء العذب إن أحب، ولكنه في نفس الوقت ذاك الجحيم الذي يشتعل كراهية وغل وحقد إن كره. فيا سيدي استوطن القلوب لا الأجساد. اليوم من أحبك لأنك تطعمه غدا سيكرهك إن منعت يدك. من أحبك اليوم لأنك أغدقت عليه المال غدا سيكرهك إن قطعت عنه المال. من أحبك اليوم لكرسي جلست عليه غدا سيكرهك إن قمت وتنحيت عن هذا الكرسي أو سلب منك. من أحبك اليوم لأنك توفر له الطعام والمأكل والملبس والمسكن غدا سيكرهك إن سحب منك هذا. فيا سيدي لا تشتروا أجساد الناس وإنما انظروا لقلوبهم. يا سيدي من أحب سيحبك كما أنت، بفقرك بغناك بكراهيتك بابتسامتك بمزاجك المتعكر بمزاجيتك المتقلبة، سيحبك كما أنت، سيغض الطرف عما يكره وينظر إلى ما يحب. يا سيدي من أحبك لذاتك سيبقى يحبك لذاتك ويرى كل ما يطوف حول ذاتك إنما هو من نعيم الدنيا، لكن القلب هذا الذي أريده. فيا سيدي إياكم أن تراهنوا على الأجساد ولكن راهنوا على القلوب. يا سادة الحب يبقى وإن فنيت الأجساد وإن غابت الأوطان وإن اشتعلت الأوطان، يبقى الحب لوطنك لمن تحب موجود. فالقلب يتصف بالأنانية. من دخل قلبي سيبقى وإن أحرق قلبي، من دخل قلبي سيبقى وإن جعل قصر قلبي مشرع الأبواب سيبقى. فيا سيدي انظر لقلب من تحب. يا سيدي حب المصالح حينما ينتشر في الأمة سيغيب الحب إن ذهبت المصالح. حب المصالح إن تفشى في الأمة سيذهب حب المصالح. حب المصالح يا سيدي إذا استوطن في قلوب الناس ستذهب قلوب الناس مع ذهاب مصالحها. لهذا اجعلوا الناس تحبكم لذاتكم لشخصكم لعقولكم لأفكاركم، لا لشيء يستطيع أن يستغني عنك وأن يتركك وأن يذهب عنك. طوبى لمن أحب إنسان لذاته، طوبى لمن أحب إنسان لأفكاره، طوبى لمن أحب إنسان من غير تفاصيل الدنيا التي تجتاح عليه وتتلبس به. فيا سيدي إما أن يكون الحب صفاء أو لا تشوه كلمة الحب حينما تدخلها في مصالحك وأهوائك. ابتعدوا عن المصالح والأهواء واستخدموا كلمة الحب، فالحب مقدس ويقدس ولا يلوثه إلا صاحب الهوى.